السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي حبيباتي، عاملين ايه؟ ليه كل طموحك عريس لبنتك؟ اول ما نيجي رايحين فرح، اجري هاتي طقمين تلاتة حلوين بقى، واحجزي في كوافير، ويا بنت تدلعي واعملي، وعايزاكي في الفرح ده تلفتي نظر كل اللي موجودين عشان تطلعي بعريس. فلانة اللي في الفرح ده عندها ابن وعايزة عروسة، ولازم انت تبقي ظاهرة، ولازم تلفتي الانتباه. بنتي راحت الجامعة، اجيب لها هدوم ومكياج وبرفانات. ليه؟ عشان تجيبي عريس كويس. وشدي حيلك كده، عايزين لك عريس. مسافرة في حتة، لا ناخد معانا كذا طقم ومش عارف ايه، لا لازم تجيبي عريس. ازاي بنت خالتك تتجوز قبل منك؟ لازم تجيبي عريس وتتجوزي زيها. دي فلانة جارتنا عندها 18 سنة اتجوزت وانتي قاعدة جنب مني. خليكي كده حركة ليه دايما ما عايزين ندخل جوه دماغ بناتنا ثقافة ان العريس هو الهدف الوحيد، ان هدفك انك تتجوزي، ان فرحتي ببنتي هي جوازها؟ لا يا جماعة. وبعد ما البنت تتجوز اي حد وتفشل نقول فشلت ليه؟ فشلت علشان انت اديتيها ثقافة ان حياتك من غير راجل او من غير عريس او من غير جواز ملهاش اي قيمة. طب ليه بندي بناتنا كده وفي الاخر نندم ونقول يا ريتنا ما عملنا كده؟ انا ليه ما ادخلش جوه بنتي ان انت لازم تتعلمي، تبقي مثقفة، تاخدي دراساتك كلها وتتخرجي من الجامعة وتتوظفي ويبقى عندك اسم وكارير ووضع ومكانة في المجتمع، وبعد كده اللي يجيلك على كل ده، يجي عشانك كلك على بعضك. يجي عشان انت فلانة الفلانية، دكتورة في الحاجة الفلانية، مهندسة، عالمة، محامية، لازم يجيلك وانت عندك كل ده. ما يجيش ياخد بنت او زوجة بس، لا ياخد واحدة ليها وضعها، يعرف يحافظ عليها، يعرف ان دي ليها وضعها. هي كمان يبقى عقلها كبر، نضجت، فهمت كل حاجة، عندها اكتملت، عقلها الثقافي تقدر تتحمل مسؤولية البيت والزوج والأطفال. ما هو الجواز ده يا جماعة مش مجرد واحدة بتروح تلبس تطل علينا بالأبيض، لا. لما تطل علينا بالابيض وهي ليها وضعها وفاهمه هي بتعمل ايه، وعن حب وعن اقتناع وعن عقل، غير لما تطل علينا بالابيض علشان ده اللي هيفرح امي، علشان ده هو اللي المفروض ان انا اعمله، عشان ده هو هدفي الوحيد، عشان فلانه اتجوزت وانا ما اتجوزتش، عشان بنت خالتي اتجوزت قبل مني وهي اصغر مني، علشان جارتنا اللي في الناحيه التانية جالها عريس كويس قوي لبنتها وانا احلى من بنتها. لا، لا. عايزين نلغي الثقافة الغريبة اللي من ايام ستي وستك وجدي. ده امهاتنا متهيألي ما كانوش بيعملوا كده. امهاتنا كان عندهم طموح، كانوا طالعين من الجيل اللي هو ما فيش غير الجواز وبس، فعايزين يعملوا طموح. فما نجيش احنا نكتم على نفس بناتنا ونجوزهم بدري ونشيلهم الهم بدري ونكتمهم في بيوت وعيال ومسؤوليات وضغوط الحياة والصعوبات. البنت توصل 25 سنة تحس نفسها انها عندها 100 سنة. ليه؟ اما تجوزيها من 16 17 18 سنة وتوصل ل 25 سنة مثلا، او مثلا 30 سنة، تبقى بقالها 10 12 سنة متجوزة في حين ان في بنات اتعلمت وكملت تعليمها لسه يا دوب بتبدأ الخطوة، وخطوة ممتعة جدا بالنسبة لهم، وخطوة سعيدة جدا، وخطوة ناجحة جدا بالنسبة لهم. وبالنسبة لبنتي انا، بنتي بقى في مشاكل، وممكن تكون خلاص قربت تتطلق، ومعاها كذا عيل، وجوزها مبهدلها ومطلع عينها وما بيصرفش عليها ورماها لاهلها، واهلها في الاخر يقولوا ايه؟ مش معنى بنتنا اللي فشلت. ما هو بنتنا فشلت عشان احنا ما كانش في دماغنا حاجة غير ان احنا نخليها تجيب عريس، نكبرها قبل اوانها ونلبسها اللبس مش بتاعها ونعمل لها مكياج ونوديها كوافيرات علشان تظهر بقت عروسة عايزة تتجوز. طب هي تفقه ايه؟ تفقه ايه عن الجواز والحياة الصعبة اللي هي هتواجهها بعد كده؟ احنا الاجيال اللي عندنا دلوقتي اجيال ما تعرفش حاجة في الحياة، اجيال تحس ان هم سطحيين. فما نجيش نزود البلوى ونخليهم سطحيين اكتر ما هم سطحيين. لا، جيبي عريس عشان تتجوزي. طب هي تعرف يعني الحياة عشان تتجوز؟
تعرف ايه عن البيت ومسؤوليات وعن الهموم اللي هتشيلها لما تتجوز. هموم ايه؟ هموم، هم راجل لازم تهتم بيه، وبيت واسره، ولازم انها تحافظ على البيت وتتكاتف مع جوزها عشان تشيل المسؤوليه وتتحمله في غضبه وتتحمله في زنقاته وتتحمله. طفله تاخديها كده من الدار للنار، في حين انها في بيت ابوها هي ما عليهاش حاجه غير انها ترجع من المدرسه ولا ترجع من كليتها، تاكل وتشرب وتلبس وتفرح وتلعب وتروح لصاحباتها فرق شاسع ما بين انا حياتي وانا حاسه ان انا طفله بعمل كل حاجه واهلي هم اللي متصدرين، غير فجاه الاقي نفسي انا شايله مسؤوليه بيت واهل وجوز، وفجاه الاقي نفسي ومضطره ان انا اربي، وانا محتاجه حد يكمل تربيتي، يثقفني، يديني اهتمامات. يعني انا مش عارفه، يعني انا نفسي سيبي بنتك تعيش حياتها وتاخد مراحلها الطبيعيه، مرحله طفله، ابتدائي، اعدادي، المراهقه تاخدها براحتها لحد ما تخلص مراهقتها. على فكره سن المراهقه ممكن يخلص مثلا على 20 مع ناس، لما تبدا البنت تفهم يعني ايه انا كبرت، يعني ايه انا عليا التزامات، يعني ايه انا عليا مسؤوليه. فلازم تاخد السن بتاعها الطبيعي، تاخد وقتها في تعليمها، تاخد وقتها في طفولتها، تاخد وقتها لحد ما تشتغل وتعمل لنفسها كارير ووضع ووظيفة ومكانة، عشان لما الزمن يميل عليها ما تترميش في الشارع، ما تلاقيش نفسها لا عندها شهادة ولا عندها وظيفة ولا عندها بيت انت مش عايشة لها العمر كله. في ناس اهاليهم بيموتوا وهم في مرحلة الابتدائي، في ناس اهاليهم بيموتوا ويسيبوهم هم في اعدادي وفي سنة وقبل ما تتجوز. فانا مرميش بنتي في التهلكه بايديا، لازم اخلي في ايديها سلاح للحياه. بنشوف الستات اللي بتتطلق وهي يا عيني لا وراها ولا قدامها، تترمي في الشارع بعيالها من غير بيت، من غير سند، من غير اهل، من غير فلوس تصرف بيها على الولاد، والاب بيطنش وبيرمي لحمه في الشارع عادي. افرض بنتك ما خلفتش عشان تعرف تاخد نفقه من جوزها، هيرميها في الشارع كده، لا هيفكر فيها ولا هيفكر انها كانت في يوم من الايام لحم وعرض وشرف، وما ينفعش يرميها في الشارع ايا ما كانت الظروف. لذلك بنقول ما يبقاش هدفك دايما انك تصطادي عريس لبنتك، خلي هدفك انك تعملي لها وضع ومكانه وكارير وتعليم وقيمه في المجتمع. ربنا يبارك لكم في بناتكم يا رب ويحفظهم. حاولي تخليها ست ليها قيمه في المجتمع، مش مجرد ست في بطاقة راجل زوجة ليه وبس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.